أهلا بيكم. في تحليل النهاردة هنفك شفرة أسلوب احترافي للتعامل مع واحد من أصعب الأسئلة في عالم المبيعات، السؤال اللي ممكن يحدد مصير الصفقة كلها. أيوة، هو ده السؤال اللي في ثانية واحدة ممكن يقلب ديناميكية أي حوار بيع ويحول البياع من شخص متحكم لشخص بيدافع عن سعره. الطريقة اللي بنرد بيها على السؤال ده هي دي اللي بتفرق بجد بين البياع الهاوي والمحترف. دي اللحظة اللي بتحدد مين اللي ماسك دفة الحوار والنتيجة في الآخر. طيب جاهزين؟ يلا بينا نشوف خريطة الطريق بتاعتنا لإتقان فن الرد على سؤال السعر وإزاي نحول نقطة ضعف لموقف قوة. أول حاجة خالص لازم نفهم إيه هو الفخ اللي معظمنا بيقع فيه لما بيتسأل عن السعر في أول الكلام. والمقارنة دي بتوضح المشكلة كلها. لما السعر بيتقال بدري، كل السيطرة بتروح قبل ما قيمة المنتج أو الخدمة تتبني في دماغ العميل أصلاً. طيب عمرنا فكرنا إن توقيت السؤال نفسه ممكن يكشف حاجات كتير؟ خلينا نروح للنقطة الجاية، لأن إمتى العميل بيسأل عن السعر أهميته مش بتقل أبداً عن السؤال نفسه. التوقيت بيحكي قصة، يعني الرد على سؤال السعر في أول المحادثة محتاج استراتيجية مختلفة تماماً عن الرد عليه في الآخر. كل وقت وله مفتاحه. طيب إيه التصرف الاحترافي لما سؤال السعر يجي بدري زيادة عن اللزوم؟ الموضوع مش إننا نهرب من السؤال، لأ، الفن كله في إعادة توجيه الحوار. الأربع خطوات البسيطة دي مفعولها زي السحر، بحركة ذكية جدا بتنقل الحوار من خانة السعر وتوديه لخانة احتياجات العميل، وصدقني هي دي الخانة اللي البيع الصح بيحصل فيها. والجملة دي بالذات هي قلب التكنيك كله، جملة شيك واحترافية، والأهم من كل ده إنها بترجع عجلة القيادة تاني في إيد البياع. بس افرض العميل فضل يضغط عشان ياخد رقم في نص الكلام، هنعمل إيه؟ في تكتيك معين للموقف ده برضو؟ السر هنا في المرونة، لما ندي مدى سعري مش رقم قاطع، ده بيفتح مجال للحوار، وبعدها فوراً نسأل عن رأيه ونسكت خالص عشان نسمع رد فعله اللي هيقول لنا كلام كتير. ودلوقتي خلاص وصلنا لآخر مرحلة في الحوار، القيمة اتبنت والاحتياجات اتفهمت، وجه الوقت المناسب اللي نتكلم فيه عن الأرقام. السعر لازم يتقال بوضوح وثقة تامة من غير أي لمحة تردد، بس خلي بالك إنك تقول السعر ده نص الطريق بس. وهنا بقى نيجي للقاعدة الذهبية، ودي أهم نقطة يمكن. عمرك ما تقول السعر وتقف، لا، لازم بعد ما تقول الرقم تسأل سؤال على طول، سؤال يخلي الكلام يكمل ويضمن إن السيطرة تفضل في إيدك. كل اللي شرحناه ده مبني على تغيير أساسي في نظرتنا لمين معاه القوة في عملية البيع. في البيع العادي القاعدة بتقول إن اللي معاه الفلوس هو اللي معاه القوة، لكن في عالم المبيعات الاحترافية اللي بيتحكم في مسار الحوار هو اللي بيمتلك القوة الحقيقية. الخلاصة، النقطة الجوهرية هي إن التحكم في إمتى وإزاي بنناقش السعر هو اللي بيخلي البياع مسيطر على عملية البيع كلها من أولها لآخرها. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم في الآخر. بعد ما شفنا الاستراتيجية دي، يا ترى مين اللي فعلا بيسيطر على عملية البيع؟ هل هو المشتري اللي معاه الفلوس ولا البياع الذكي اللي معاه الخطة؟